أعلنت مصادر موثوقة من القاهرة أن الكاف رفض طلب الجزائر بسحب ملف ترشيحها لاستضافة بطولتي كأس أفريقيا لعامي 2025 و2027 قبل الإعلان الرسمي عن البلد لفائز في اجتماع يوم غد الأربعاء. ولم يوافق الكاف حتى الآن على هذا الطلب الذي تقدمت به الجزائر قبل التصويت الرسمي. وتسعى الجزائر لتجنب فضيحة محتملة في نتائج التصويت، في وقت قرر رئيس الاتحاد الجزائري الجديد الانسحاب من المنافسة لحفظ ماء وجه بلاده. وتمنى الكاف حضور رئيس كرة القدم الجديد في جلسة التصويت، حيث سيكون لكل دولة فترة زمنية تبلغ 10 دقائق لتقديم ملفها في الاجتماع. وتواجه الجزائر تحديا كبيرا، حيث كشفت مصادر أن الملعب الذي يتوافق مع معايير الكاف هو ملعب وهران. أشكركم على إكمال المقطع لنهاية. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وشكرا.